السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. زي ما اتعودنا مع بعض، اول حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لازم نصلي على النبي. المهم بقى ايه، انا بقى لي فترة كده عايزة انزل العتبة. كل الناس بتقول هنروح العتبة نروح العتبة، قلت بروح العتبة. انا عامة ما بعرفش اروح العتبة، فمحمد خدني ووداني العتبة مع بعضنا، فروحنا العتبة مع بعض. انا عايزة اقول لكم ان مفيش يعني الحاجة الاسعار هناك ما اقولكوش عاملة ازاي. بس لو حد عايز ينزل العتبة انا ما بنصحكم ما تروحوش العتبة، خليكم في حلوان لو انتم من حلوان طبعا، لان الاسعار في العتبة عدت كتير يعني. المهم بقى، فانا جبت حبه حاجات كده، عايزه انا فرحانه بيها، فعايزه افرحكم معايا بيها. فتعالوا نشوف معانا جبنا ايه. بصوا بقى، اول حاجه المفاجاه اللي انا كنت فرحانه بيها جدا، محمد جابالي، جاب لي الشنطه الكيوته دي. ايه رايكم فيها؟ دي اول حاجه جبناها اول ما نزلنا على طول، دي جبناها من العتبه. وبعدين مشينا شويه، احنا كنا رايحين نجيب اصلا هدوم، بس الهدوم هناك مش حلوه يعني، الاسعار هناك عاليه جدا، وتقريبا التصفيات نازله، فلسه حاجات كتير ما نزلتش عشان خاطر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، داخلين علينا خلاص الشهر الجاي، فكله عين الشغل بتاعه للحاجات اللي لرمضان باذن الله. كل سنه وانتم طيبين يا رب. وبقى جبت الثلاث زوريات الكيوت دول، قولوا لي ايه رايكم طبعا فيهم. يعني دي الثالثه. بصوا انا جايبه حاجات يعني ايه، عايزه ان شاء الله باذن الله مع بعضنا كده نجدد المطبخ. فجبت الثلاث زوريات دول مع بعضهم، الثلاثه دول مع بعضهم. الواحده بتتباع لوحدها كده ب 20 جنيه. طبعا انا بقى كسلت بيت نصحى، فخدتهم الثلاثه ب 50 جنيه. الراجل عمل لي اوفر عليهم. وبعدين جبنا كمان، بصوا جبت الستيكر ده. الستيكر ده هعمل بيه المطبخ، ودي هعمل بيها رخامه. جبت الاسود وجبت الابيض. وجبت كمان السكينه اللذيذه دي. خدوا بالكم السكينه دي ب 40 جنيه، ان شاء الله ما حد حوش. يلا بقى، بس خدوا بالكم عشان هي حاميه. دي من عند الناس اللي بتبقى فرشه في الشارع كده. لكن الستيكر الرخامي ودوت جبتهم من محلات هناك. انا ما بعرفش اوصف اماكن يعني، انتوا تنزلوا هناك في العتبه عند جامع البنات وتمشوا بقى وتدوروا، هتلاقوا محلات كتير بصراحه. وجبنا بقى فرع الورد دوت، عشان برضو هستخدموه في المطبخ، عشان هجدد حاجات دي في المطبخ. حاجات بسيطه كده بس يعني ايه، بتغير من شكل المكان، كل واحد على قد ما قدرته طبعا. هقول لكم على الاسعار بتاعت الحاجات دي دلوقتي برضو بكام. وطبعا عشان رمضان انا عندي من السنه اللي فاتت فروع اللي هي الزينه والورد والحاجات دي، اللي هي الفروع بتاع الفوانيس والحاجات دي. الفرع ده برده كان بيتباع في العتبه. دول 3 الوان مش لون واحد، بس هم عشان لون ابيض مش بيبان. لما نورهم ان شاء الله في رمضان كل سنه وانتم طيبين هبقى اوريكم الالوان بتاعتهم عامله ازاي، واحنا بنظبط تصديرات رمضان. وبرده جبت من هناك طبعا الانسه سما، جبت لها الكوتش ده من هناك. الكوتش ده هناك يا جماعه مش فاكره ب 120 ولا ب 100، مش فاكره بصراحه يعني. هي فرده واحده بس كانت بتتحط ترابيزه. ودي الجيبه دي برضه الانسه سما. الانسه سما كانت موجوده هنا عندنا في حلوان، ماشي، بس انا جبتها من العتبه، هي عجبتها بصراحه وانا جبتها برضه من العتبه. دي ب 150. والبلوفر ده ب 250 برضه، ده من العتبه. موجود برضه زيهم في حلوان، بس يعني ايه مش نفس الالوان دي بصراحه. فدي بقى المشتريات بتاعت ايه اللي انا جبت من العتبه. انتوا لو خدتوا بالكم هتحسوا ان هم حاجات قليله، بس والله العظيم اكبر فلوس. مفيش حاجه دلوقتي ببلاش على فكره. المهم تعالوا بقى اقول لكم، ما تنسوش بقى لو انتوا وصلتوا لحد هنا في الفيديو تدوسوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اهم حاجه يا جماعه دوسوا لايك، ما تتفرجوش على الفيديو بس دوسوا الجرس. المهم ده بقى هو المفروض اللي ده الستيكر الحراري اللي هو النضيف. انا قالوا لي لما تيجي تشتريه تشوف الظهر بتاعه اللي هو الفضي، وده ظهره الفضي دوت. ده كان عامل 100 جنيه، خدناه ب 90 جنيه. يعني مش من اول ما البياع يقول لك كلمه تصدقها وتمشي على طول. خدي حاجه، خدي يعني نفسك معاه شويه وفصلي في الكلمه. ماشي. ده 5 متر. ودوت انا مش عارفه الفرق ما بين ده وده ايه، بس يعني هو بصوا هو نفس الطول تقريبا، بس دوت التخن بتاعه تقريبا اتخن شويه. ده كان ب 75 جنيه، بس انا ما فتحتوش لسه ان شاء الله. ودوت بقى ده ب 75 جنيه، بس انا مش عارفه الفرق ما بين دوت وايه، بس تقريبا ممكن ده يكون نوع وده نوع يعني. ان شاء الله ما نيجي نجرب نجدد المطبخ مع بعضنا هجربه كده واقول لكم انهي الاحسن في الاثنين دول ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. المهم دي حبه المشتريات اللي انا نزلت عليهم جبتهم من العتبه. واهم حاجه طبعا انا عجباني في الموضوع ده كله الزهريات بتاعت الورد دي. وبقى لو ان شاء الله كده ان شاء الله باذن الله يعني نجدده مع بعض، نجدد المطبخ ونشوف ايه الحاجات اللي ناقصه. وانا ناويه يعني نجيب الورق اللي هو الحجر دوت. وما تنسوش بقى لو انت اول مره تشوفيني تشتركي في القناه، تاني تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.